دي مغارة علي بابا، دي مش ده بجد يعني، ده منظر، ده مش مطبخ، دي مغارة علي بابا. شايفين المنظر؟ كل حاجة تلاقوا زيت بقى، على سكر، على كريم كراميل، على عصاير، على شاي، على يعني شايفين الحاجات عاملة ازاي؟ الحاجات فوق بعضها بقى، على علب، على يعني الحاجة كلها مترمية فوق بعضها زي ما انتم شايفين كده. حرفيا يا جماعة علشان اجيب حاجه بقلب الدنيا فوق بعضها. تعالوا لي بقى كده يا حلوين، لاني عملت غلطه كبيره جدا في المطبخ بتاعي وانا بعمله، ومش عايزاهم كلكم تقعوا فيها. المهم طبعا ما عرفتش قد ايه الادراج دي مش عمليه غير لما جربتها. اسوأ حاجه تعمليها وانتي بتعملي المطبخ بتاعك هي انك تعملي وحدات ادراج. تعالوا اقول لكم بقى علشان احل الازمه اللي انا فيها دي، وعلشان اصلح الغلطه بتاعتي انا عملت ايه. وهنا كده بقى يا بنات، والاول مره والحمد لله بدات اشغل مخي صح. دايما كده انا راكنه مخي على جنب شويه وبشبط في الحاجه وخلاص من غير اي تفكير، زي برضو كده بالظبط ما شبطت في وحدات الادراج دي وهي كانت مش عمليه ابدا. عملت ايه بقى؟ جبت التليفون وعلى طول كلمت متجر شوشه وطلبت منهم دولاب التخزين العملي الخطير ده. عايزه اقول لكم بقى ان هو اتقل دولاب بلاستيك موجود في السوق، بيشيل لحد 70 كيلو وعميق جدا. طبعا زي ما شفتوا معايا بقى وحدات الادراج اللي عندي في المطبخ دي يا بنات مش عمليه ابدا. الدرج عميق جدا، بترص فيه حاجات كتيره جدا، بس طبعا تيجي تاخدي حاجه بتقلبي الدنيا فوق بعضها. الدرج ده فعلا عندي العيال مسمينه في البيت يا ماما مغاره علي بابا. كل ما اقول لهم هاتوا حاجه من الدرج، لا يا ماما ده درج عامل زي المغاره مش هنعرف نجيب منه حاجه. وفعلا هم عندهم حق لانه عامل زي المغاره. فبقول لكم بقى كده علشان وانتوا بتعملوا المطبخ بتاعكم ما تعملوش وحدات ادراج لانها فعلا مش عمليه ابدا. خلونا بقى في الدولاب القمر ده. الدولاب يا بنات مكون من 5 ادوار، ما شاء الله حلو جدا وعملي وسهل التركيب. وزي ما قلت لكم بقى الدولاب بيشيل لحد 70 كيلو، وكمان يا بنات عليه خصم 10% لمده 24 ساعه من وقت نزول الفيديو ده. القطعه اللي قدامكم دي بتركب ضغط والقطعه الثانيه بتركب فوقيها، واصلا الدولاب بيركب في بعضه كده يا بنات عاشق ومعشوق بمنتهى السهوله والبساطه. هنا كده خلاص بقى انا بركب اخر قطعه، بس انا عملت غلطه صغيره كده وانا بركب الدولاب. العجل بتاع الدولاب يا بنات بيكون في ارضيه الكرتونه، فانا ما خدتش بالي منه غير في الاخر، ونسيت بقى ان انا اركبه في الاول كده. فبعد ما ركبت الدولاب كله جبت العجل وركبته في اول قطعه خالص، ورجعت تاني حطيت الدولاب كله فوقيها. شايفين بقى ما شاء الله الدولاب بيمشي على السجاد بمنتهى السهوله والبساطه. وطبعا ما ننساش بعد ما نقفل خالص نقفل بقى الدراعات اللي في الجنب دي عشان تمسك كل قطعه في التانيه. طبعا بقى استخدميه زي ما تحبي. انا بالنسبه لي المطبخ كان مكركب جدا والمساحه عندي صغيره في المطبخ وكان عندي حاجات مكركبه كتير جدا، فانا بصراحه جايباه علشان حاجات المطبخ. طبعا انت تقدري تحطي فيه كتب الولاد، تحطي فيه جزم، تحطي فيه فوط، تحطي فيه بصي اي حاجه عايزه تحطيها فيه حطيها. ومش هنسى اقول لكم ان متجر شوشه عندهم معاينه للمنتج قبل الاستلام وكمان استبدال واسترجاع لمده 30 يوم. القعده فوق حلوه؟ هتخليكي فوق؟ مرتاحه كده؟ لا. وهنا بقى كده كنت بوريكم قد ايه الدولاب عملي جدا ويشيل وسهل الحركه. حطيت فيه حاجات كتيره جدا وتقيله، زيت وسمنه ودقيق وسكر وملح، وكمان حطيت الانسه هنا وبنحركه على السجاده بمنتهى السهوله. حطيه بقى في المطبخ، حطيه في اوضه الولاد، حطيه في الحمام، هيلملك اي كركبه موجوده عندك في البيت. هسيب لكم بقى يا بنات اللينك بتاع متجر شوشه في التعليقات، اطلبوا منهم دولاب التخزين العملي الخطير ده. وبس كده خلاص خلصنا والفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.